مساء الخير. وانا بقلب في الموبايل، ايدي جت على الكاميرا، فتحت لقيت المنظر القمر فوق دماغي كده والسحاب معدي. فجت في دماغي فكره عفويه اكلمكم بسرعه عن الفلك عند المصريين القدماء. المصري القديم لما شاف الفلك حب يعمل صياغه للحاجات اللي بيشوفها ويقربها لحاجات موجوده في الطبيعه اللي حواليه الاقرب. فمثلا لما شاف مجموعه ضرب التبانه وهي الميلكي واي، رسمها على هيئه ست، والست دي كانها عامله وضع ستارت، كانها هتعوم، وحط عليها نجوم. ممكن تشوف اول انطباع على الرسمه تقول ان دي رسمه هبله او رسمه عفويه، رسمه وعي بتاع بدائي بتاع ناس بسطاء. لكن القصه مش كده خالص، بل بالعكس، ده انسان ادرك جدا شكل السماء، وادرك انه السماء ديت في عليها نجوم وليها شكل ما، والشكل ما ده حب يعبر عنه. بعد كده الموضوع تطور، اخد شكل تاني لما مثلا الناس سمت مجموعة الدب القطبي مثلا باسم على الاسم ده. طب ليه دب قطبي؟ ليه مش اي اسم تاني؟ عشان لما حبوا يوصلوا بين النجوم وبعضها اللي واخد مجموعة الدب القطبي، ادت شكل دب فسماها الدب القطبي. احنا كمصريين قدماء ما عندناش دبابة، فاحنا اديناها الشكل بتاع الهيبو اللي هو فرس النهر. فالمصري لما شاف الفلك ارتبط بيه جدا واهتم بيه، وحب يعبر عنه باشكال مدركه بالنسبه له.